ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الوصفه الجميله دي، هتعجب ولادكم جدا. تعالوا نبدا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. في الاول كده معانا دبابيس من الفراخ، سلقينها طبعا. هنشيل منها الجلد بتاعتها وبعدين هناخد منها كل اللحمه بالشكل ده. هنفضي العظمه خالص بالشكل ده. هنعمل كل الكمية بتاعتنا دي، كل اللحمة اللي معانا، ودي العظمة فضيناها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. نجيب بقى اللحمة بتاعتنا كلها نحطها في الكبة ونضربها، ده شكلها. نحط عليها بطاطس مسلوقة، ممكن تعملي 3 يكونوا وسط او صغيرين شوية، او 2 كبار، نضربهم برضو. بعدين هنحط حبة من الجبنة الموتزاريلا براحتك، عايزة ما تحطيش جبنة خالص ما تحطيش، مفيش مشكلة. نحط عليهم بقى ملح، نظبط الملح بتاعنا، ونحط فلفل اسود وبابريكا، بس كده. حابة تحطي اي بهارات تاني حطي براحتك. ودلوقتي بقى معانا معلقة من الزيت كده، ندهن ايدينا الاول وناخد قطعة من الخليط اللي احنا عملناه ونحطه كده في العظمة مرة كمان، نكورها كده عليها من فوق كأنك بتعملي الدبوس من تاني، بترجعيه زي ما هو تاني من الاول. شايفة بالشكل ده. وبعدين هتحطيها في طبق او في صينيه كده، ويستحسن تحطيها على كيس بلاستيك علشان تكون اسهل معاكي وانتي بتطلعيها بعد كده. هندخلها بقى الفريزر، تقعد لها حوالي ساعتين ولا حاجه، يعني تكون جمدت ومسكت نفسها. ده شكلهم، هندخلهم بقى الفريزر، وده شكلهم بعد ما طلعوا. هنجيب بقى نكمل الخطوات بتاعتنا. قبل ما تحمريها على طول هتجيبي بيضتين كده وتحط عليهم معلقة من اللبن، رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وتخلطيهم. لو مش حابة تحطي لبن ممكن تحطي معلقة مية، مفيش اي مشكلة خالص. لو مش عايزة تستخدمي بيض اصلا ممكن تعملي مية بدقيق، تمام زي ما عملت معاكم قبل كده. هنجيب بقى حبة من الدقيق نحط فيها الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، وبعدين نحطها في البيض، وبعدين نحطها في البقسماط. البقسماط ده على فكرة عليه بقدونس مجفف، انا بشتريه جاهز كده، يعني ممكن تطحني البقسماط في البيت وتحطي عليه بقدونس مجفف بس كده. لو حابة تعملي بقسماط بس برضو النتيجة حلوة قوي. ده شكله، شايفين شكلها عامله ازاي. هنحطها بقى في زيت سخن غزير، هننزل بيها كده، وبعدين نهدي النار شويه. مش نهديها قوي، احنا بس بنهديها علشان ما تتحرقش، لكن هي مستويه، كل حاجه من جوه مستويه. ده شكلها بعد ما خلصنا. حطيت بقى بقدونس كده على جنب في الطبق بتاعي او في السرفيس بتاعي، وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خلصت. قدموها مع اي صوص يعجبكم، انا قدمتها مع رانش. هتعجب ولادكم جدا، واتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. وشجعوني بلايك وكومنت وشير، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين شكلها؟ ناخد قطمه كده ونشوف شكلها من جوه عامله ازاي. حلوة قوي. بس كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، واشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.